جالك الموت يا تارك الصلاة. الراجل مننا يبقى قاعد ولا بيه ولا عليه، ويبص يلاقي سؤال جاي له من مدام زي التلج نازل عليه: هو انت مش ناسي حاجة؟ ساعتها شهور السنة وأيامها تفضل تلف حواليه، ويفضل يسأل ومحتار، ويقول لها: هو الكلام عن ايه؟ اهلا بيكم في كلام وسيم، ويا رب تكونوا بخير وسلام. وهنكمل الكلام عن 5 لغات الحب، الكتاب بتاع جاري تشابمان. اتكلمنا عن لغة الكلمات، والنهاردة تاني لغة نتكلم عنها هي لغة الهدايا. في الحقيقة يمكن لغة الهدايا دي أكتر بتليق مع الستات، أو هي يعني لغة تعبير عن الحب أكتر للستات. ولو بنتك، لو مراتك، لو خطيبتك لغتها أو لغة الحب بتاعتها هي لغة الهدايا، ده مش معناها أبدا إن هي مادية ولا إن هي استغلالية. بالعكس، هي معناها ان دي حاجة تقديرية، حاجة بترفع لها كده المعنوية، حاجة تعبيرية بتعبر لها فيها او توريها فيها الحنية، اكنك بتقول لها ربنا يخليكي ليا. فانت يعني انا عارف ان ممكن ابقى يعني الحلقه دي هبقى بدا في مالطا، ولكن لو هي دي لغتها وانت مش عارف تكلمها باللغه دي، ومش عارف تديها احتياجاتها باللغه، احتياجات الحب بتاعتها بلغه الهدايا، كده هتبقى بتخلي التوقعات والطموحات للاسف بتبقى احباطات. في الحقيقة في الدقيقتين الجايين هتكلم عن 3 أنواع من أنواع الرجال ونوع من أنواع الستات. وأنا بأمانة أنا ولا بنتقد ولا بلوم، أنا يمكن يكون فيا نفس الصفات وأحيانا بغلط نفس الغلطات، لكن كل الهدف إن إحنا ممكن حاجة بسيطة تفرح اللي قدامي، ابني، بنتي، خطيبتي، مراتي. ممكن حاجة بسيطة قوي أعملها تفرحهم. فأنا هبدأ بأول كلام عن نوع الرجال الأول، وهو الراجل اللي بيقول أنا ولا بتاع هدايا ولا كلمات. وفي الحقيقة للأسف أنا بقول لك إن أنت بتوصلها إن هي حتى تكتم صوت السكات، مش بتحرق لها بقى توقعات ولا مفاجآت، أنت بتقفل حتى الحوار خد وهات. أما بقى صاحبنا ده فهو مش بتاع هدايا، لكن ليه في الحركات وشوية كلمات. ده انا هديتك. ما هو انت معاكي الفلوس وانا ما افهمش في حاجة الستات. كلنا نفسنا نبقى زي النجم ده، ظابط منبهات لكل المناسبات. لو المناسبة السبت تلاقيه هو جاهز من يوم التلات. دول كانوا 3 أنواع الرجال. نيجي لنوع الستات. لسه كنت قاعد مع ناس اصحابي وهي بتقولي قدامه على طول يرجع الهدية. ما هو اكيد الهدية ممكن ما تكونش هي لغته العاطفية، او ممكن حضرتك تكون قيمتها المادية اكبر من قدراته الادراكية او العقلية. طب احنا دلوقتي قلنا واتكلمنا عن الانواع، واتكلمنا عن ممكن اللي ما بيديش واللي ما بيجيبش. طب ايه الحل؟ الحل ان قبل ما تفاجئك فاجئها. يعني مثلا انت بتنسى، وما اظنش ان في حد في الكون ما بقاش معاه سمارت فون. ريمايندر على تليفونك. في ريمايندر ممكن تعمله ريبيتد، يعني ممكن يتكرر، مثلا عيد ميلادها، عيد جوازكم، ممكن تكرره كل سنة. والحلو كمان في الريمايندرز دي ان انت ممكن تعملها اليرت، يعني مثلا عيد ميلادها يوم السبت، فانت ممكن تعمل اليرت ان هو يفكرك قبلها باسبوع. الفكرة كلها او العبء كله بيبقى اجيب ايه، وانا ماليش في ان انا اجيب هدايا، وماليش ان انا اروح اشتري حاجة مش هو ده لغتي ومش بفهمها. ممكن تلاقي حد يساعدك. يعني مثلا لو حضرتك متجوز، ممكن حلو قوي انك تشارك فيها ولادك، يعني عيد جوازكم، عيد ميلادها، ممكن تشارك فيها الولاد. حلو جدا انك انت تشاركهم معاك، ان هم يبتدوا يفكروا ويبقوا عارفين احتياجات ماما ايه. تاني حاجة ان دي بتزرع فيهم روح المحبة، وروح ان هم برضو يدوا. فدي حاجة مهمة. طب حضرتك مثلا خاطب، مش عارف قوي هي بتحب ايه، ممكن تسأل مامتها، ممكن تسأل حد حواليها. ممكن وهي بتتكلم معاك عرفت منها مثلا ان هي بتحب حاجة معينة، اكتب عشان خاطر لما تيجي مناسبة تقدر تجيبها لها. اهم حاجة انك تحسسها انك انت تعبت، او انك انت فكرت، وان انت عملت مجهود علشان خاطر تجيب لها هدية. في الحقيقة إحساسك بيها هو ده أجمل هدية،
وهو ده الدافع ورا الهدية. قول من فضلة القلب بيتكلم اللسان، وتتحرك المشاعر والوجدان. فانت النهارده مثلا احساسك بيها تعبانه في البيت، تعبانه مع الولاد في المدارس في المذاكره، لما تيجي مثلا يوم عيد جوازكم وتعزمها على العشاء بره وتجيب لها بوكيه ورد، حاجة أنا متأكد إنها تفرحها وتسعدها. فالهدية مش بس في قيمتها، كل طبعا بيت وكل واحد على حسب إمكانياته، بس ممكن هدية شوكولاتاية، ممكن تكون شمعة، ممكن تكون وردة، ممكن تكون هدايا بسيطة بس فعلا بتفرق. في مثلا مخدة زي كده، وهحكي لكم على بقى صديق ليا مسمينه ملك الرومانسية. ده مسمي مراته على التليفون السانشاين. في عيد جوازه العاشر راح جاب مخدة زي كده زي اللي انت شايفها دي، وحط عليها صورتهم وكتب هم 10 سنين ولا 10 ثواني. في الحقيقة يمكن هو ما يعرفش انه لما بيطلب حاجة من على امازون اول واحدة بتعرف هي مراته، بيجي لها نوتيفيكيشن، ولكن هي اتفاجئت بالهدية وفرحت. ولحد النهاردة نروح عندهم نلاقيها يعني مهتمية جدا بالمخدة دي وحطها في حتة كويسة في البيت. طبعا كل الكلام ده كان للرجاله، دلوقتي جه دور الستات. انا يعني ملصم نفسي وملصمهم بالعافيه. فارجوكوا برضو خليكوا كده بالراحه في موضوع الهدايا ده. يعني لو نسي مره ما فيهاش مشكله، بلاش نكبر المواضيع. خلوكوا قابلوا اي هديه حتى لو كانت صغيره، قابلوها بحب وقابلوها بمحبه. وانا زي ما بقول لك، لو هو لغته مش لغه الهدايا ما تشغليش بالك قوي. ممكن تبقى هديه صغيره، هديه بسيطه، حاجه ممكن يستخدمها في مكتبه في عربيته، حاجه تفكروا بيكم، صوره يحطها قدامه. النهارده اتكلمنا عن الهدايا، لسه ناقصنا 3 لغات، استنونا هنتكلم عليهم في المره اللي جايه.